قال جيانتي إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالإشادة على المغرب، مؤكدا ارتباطه القوي بالمملكة المغربية على المستويين الرياضي والعاطفي. الرجل لا يفوت أي فرصة على صفحته الرسمية في انستغرام إلا ويخصصها للحديث عن إنجازات الكرة المغربية، وكان آخرها تتويج المنتخب الوطني للمحليين بكأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق. هذه التهاني العلنية والمتكررة لم تعجب المسؤولين عن الكرة الجزائرية، الذين عبروا عن امتعاضهم من العلاقة المميزة التي تجمع إنفانتينو بالمغرب. فقد رد رئيس الفيفا بشكل مباشر على ادعاءات الجزائر التي تزعم أن المملكة غير مستعدة لاحتضان كأس إفريقيا المقبلة، حيث أكد في تدوين له أن المغرب يتوفر على بنية تحتية رياضية حديثة. وقال إنفانتينو: تهانينا للمغرب على الفوز ببطولة إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة. لقد أسعدتم جماهيركم المتحمسة. تشهد كرة القدم المغربية تقدما ملحوظا، وهذا إنجاز يستحق الاحتفال. وأنا أتطلع بشغف لزيارة هذا البلد الرائع خلال كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، المقرر ما بين 17 أكتوبر و8 نوفمبر المقبل. مصادر متطابقة كشفت أن هذا الموقف أغضب الجزائر بشدة، خاصة أن المغرب أصبح اليوم مركزا رياضيا إقليميا يحظى بدعم دولي واسع، وهو ما يعزز مكانته ونفوذه في القارة الإفريقية على حساب الجارة الشرقية التي كانت تأمل في دور أكبر. العلاقة بين إنفانتينيو والمغرب لا تقتصر فقط على كلمات مجاملة، بل تتجلى في شراكات استراتيجية قوية، أبرزها افتتاح مكتب الفيفا الإفريقي في الرباط، والإشادة المستمرة بكفاءة المملكة في تنظيم البطولات، إضافة إلى دعمه العلني لملف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وينتظر أن يحل رئيس الفيفا بالمغرب خلال الخريف المقبل لحضور كأس العالم للفتيات تحت 17 سنة، على أن يعود بعد أسابيع قليلة للمشاركة في فعاليات كأس إفريقيا التي ستحتضنها المملكة نهاية السنة الجارية، مما يعكس المكانة العالمية التي بات المغرب يفرضها في الساحة الرياضية.